فيلم عن دراكولا. يعجبني الممثلين من الفيلم وقصصهم وتحولاتهم الا مشاهد دراكولا. اصل المنتج صرف كل فلوس السي جي اي عشان يعمل باديكير لشخصيه دراكولا عشان ايده هي الفيلم كله. يلا بينا على مراجعه الفيلم. الرابع ذا لاست فويج اوف ذا ديميتر. الفيلم ده متاخد من روايه ذا كابتن لوج لبرام ستوكر اللي بيحكي عن السفينه ديميتر اللي خرجت سنه 1897 في رحله من رومانيا لانجلترا. كانت حمولتها عباره عن 50 صندوق خشبي، وفي واحد من الصناديق دي دراكولا. لكن محدش من طاقم السفينه كان يعرف المعلومه دي. فيا ترى ايه اللي هيحصل لطاقم السفينه؟ وهل هيقدروا يوصلوا لندن ولا لا؟ ده بقى اللي هنشوفه في الفيلم. الفيلم من اخراج اندريا اوفردال من بطوله روي هوكنز وليام كينينغهام وديفيد داست مالكين واشلين فرانشويسي لو بنطق اسمها صح. ويلا بينا بقى على النقاط الايجابيه في الفيلم. الفيلم اول تلت ساعه استغلها في تعريفنا بشخصياته وخلفياتهم بشكل كويس جدا. كنت مستمتع باجواء الحقبه الزمنيه، وكمان مهدوا نقطه ان الصناديق الخشبيه اللي بتحمل رمز التنانين فدي عباره عن هلاك حقيقي من غير ما يحرقوا عليا اي حاجه. مجرد ردود افعال من الناس في المينا اول ما بتشوف رمز التنين على الصناديق. لكن طاقم السفينه ديميتر ما بيهتمش بحاجه غير تحميل حمولته اللي لو وصلها في ميعادها هياخدوا مكافاه كبيره. فالتلت ساعه دي انا كانت عجباني الاجواء فيه. كمان الفيلم شكله حلو والتصوير والاخراج فيه حلوين، الوان الصوره حلوه ما عدا مشاهد دراكولا اللي كانت مش لطيفه، لا سي جي اي ولا الوان، لانهم تعمدوا دايما انه يظهر في ضلمه زياده، رغم ان في نفس الوقت بالليل يكون في افراد من الطاقم بيتكلموا مثلا والاضاءه حواليهم ممتازه من اضاءه المصابيح. لكن تقريبا دراكولا في الفيلم ده ما كانش بيتكشف على مصابيح. كيري هوكنز بدور الطبيب في الفيلم ده كان اداؤه حلو ومقنع جدا. كان كمان دوره في الفيلم انه يكون صوت للعقل وسط عقول كل همها انها توصل علشان تكسب المكافاه. اشلين فرانشيوسي دور الضحيه اللي كان بيتغذى عليها دراكولا لكن بيتم انقاذها من الدكتور بكذا عمليه نقل دم. كانت من اكتر الاداءات المقنعه في الفيلم ده بالنسبه لي. ليام كينينغهام بدوره كقائد للسفينه ديميتر، هو بيديلك فيه العادي بتاعه اللي شفناه في جيم اوف ثرونز، واللي بيظل اداء كويس ومتمكن من دوره وبيلعبه بسلاسه. وديفيد داست مالكين بدوره كمساعد للكابتن. وكمان فكره انه يبقى الكابتن لديميتر بعد ما تخلص الرحله دي خلت له مشاهد في النهايه تتحول من مشاهد المفروض تكون عاديه لمشاهد حلوه وطبيعي انه يظهر فيها انفعالات زي اللي شفناها في الفيلم. بالنسبه لي معظم الممثلين كانوا جيدين جدا وليهم لحظات مؤثره وقت تفجر احداث الفيلم، زي الدكتور لما اتكلم على العنصريه بسبب لونه، وزي القبطان اللي بيصاب بالجنون بسبب حاجه بتحصل لحد عزيز عليه، وزي قدر يديني مشهد فيه عمق كافي يخليك تصدق حزنه وتحوله بعد كده للجنون. كمان طاقم الاخراج والتصوير للفيلم كانوا جيدين جدا. الفيلم له نقاط قويه كتير بالنسبه لي، مش مجرد فيلم خفيف هيخاف انه يعمل مشاهد ممكن تكون عنيفه زياده. ده في مشهد في الفيلم ده انا ما حبيتوش تماما من بشاعته، لكن كل ده اصطدم بنقطه خلت تقييم الفيلم يقل كتير بالنسبه لي. فيلا بينا بقى نتكلم عن السينما. دراكولا يا جماعه كمية كتير هتخوف الناس منه، وكلام على لسان البنت اللي كان بيمص دمها اللي قريتها كلها بقت زي العبيد عنده، وهو عمال يمص في دم اهل القريه واحد ورا التاني. كل ده حلو جدا، لكن ما قدرش السي جي اي في الفيلم ده ولا حتى حبكه القصه انها تساعد في اظهار الكائن ده بالشكل المرعب الكافي. فكان المخرج بيتعامل مع اي مشهد المفروض يظهر فيه دراكولا فكره غماء يا ابني الكادر ده، طفي يا ابني النور ده عشان دراكولا بيها يظهر. ما ينفعش يا جماعه. كمان في مشهدين ظهر فيهم دراكولا زي جولم في ذا لورد اوف ذا رينجز، قصير ورفيع، ومشاهد تانية بيظهر طويل وقوي. حاولت ابرر ضعفه اللي ظهر فيه في المشهدين بانه بيبقى اقوى كل ما بيمص دم الضحايا. طب تمام، دي نقطة القوة. طب والطول طيب؟ ايه؟ كان بيمص دم ضحايا ولا كان بيلعب معاهم عقلة؟ يا جماعة احنا داخلين الفيلم لان عامل الجذب الاكبر هو شخصية دراكولا، لكن الفيلم ببساطة كان دراكولا فيه هو الحلقة الاضعف. حبيبي بيصحى كل يوم بالليل يتعشى وينام، مفيش اي بناء للشخصيه زيه زي الحيوانات المفترسه وبس. فعادي بقى لو كان هاجمهم قرش ولا حتى شويه قراصنه كان هيبقى في حاجه تتقال والله، لكن ده طالع ياكل ويضحك لنا ويرجع ينام، وكل شويه المخرج يوري لنا ضوافره وهو بيصحى. اصل المنتج صرف كل فلوس السي جي اي عشان يعمل باديكير لشخصيه دراكولا. وبس كده، دي كانت مراجعات الفيلم الرعب ذا لاست فويج اوف ذا ديميتر، وتقييمي للفيلم هو 6 من 10. لايك وسبسكرايب علشان ده فعلا بيساعد اننا نكمل. شكرا جدا لحضراتكم، سلام.